بالطبع التحرك الاول اللي غادي يكون ان شاء الله في قادم الايام هو غادي نحطوا الملف ديالنا عند الامم المتحده. السلام عليكم. هذا الأمين العام للحزب الوطني الريفي يعلن من على أرض الجزائر قرب إيداع ملف جمهورية الريف باللجنة الرابعة للأمم المتحدة لطلب نيل الاستقلال من المملكة المغربية، فلنستمع إليه. بالطبع التحرك الاول اللي غادي يكون ان شاء الله في قادم الايام هو غادي نحطوا الملف ديالنا عند الامم المتحده. وبطبيعه الحال الامم المتحده على علم ودرايه ان الريف كان جمهوريه، وعندنا النداء الذي وجهه محمد بن عبد الكريم الخطابي سنه 1923 اعلان الجمهوريه، يقول حرفيا اننا لسنا المغاربه، وان الريف يسعى الى الاستقلال، وان الريف كان مستقلا، وان لا شيء يجمعنا بما يسمى بدولة مراكش أو النظام المخزني. الريف يركز على نقطة مهمة أشرت إليها في وقت سابق، أننا نريد إعادة الشرعية وإعادة الاستقلال. وبطبيعة الحال سندق كل الأبواب بما فيها المنظمات الدولية، سندق أبواب الاتحاد الإفريقي، ونحن جزء لا يتجزأ من هذه القارة العظيمة. وبطبيعة الحال كذلك القضية الريفية ستدخل إلى اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، وهذه هي الخطوة القادمة بحول الله. وبطبيعة الحال الوقوف الجزائري حكومة وشعبا معنا غادي تدفع إلى الأمام بالقضية الريفية. ربما إذا كان القضية ديالنا غتستمر 30 عام، أنا أقولها وبملء الفم أن بوجود الجزائر حكومة وشعبا معنا غادي تستمر واحد وقت قصير، وسيتحرر الريف إن شاء الله، ويعود الريف إلى حضن أبنائه. وغادي نرجعوا حيث متشردين شردنا النظام، منفيين، أكثر من 80% من أبناء الريف محرمين، يعني ما كيسكنوش في الريف. النظام يمارس إبادة جماعية، النظام يقتل أبناء الريف كل يوم، كل ساعة ودقيقة. قوارب الموت تخرج من بلاد الريف من أجل تفريغ الريف من أبنائه واستبداله بمستوطنين مغاربة تماما، كما يحصل عند الإخوان ديالنا والأشقاء ديالنا في الصحراء الغربية، وكما يحصل في فلسطين. في فلسطين هناك سياسة التهويد، وفي الريف هناك سياسة المغربة، وأنا أعتبرها طبيعة الحال وجهان لعملة واحدة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم، فخور وسعيد جدا بكم.